السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم النهارده وصفة جديدة، وصفة كباب الحلة. حاجة كده خيال، اللحمة دايبة والصوص يجنن، حاجة كده ما تجربوها مرة مش هتشبعوا منها تاني. وصفة كده وصوص حاجة من ورا الخيال، مفيش أحلى ولا أطرى ولا أنعم من كده. الصوص يجنن، اللحمة طعمها جوسي جدا ودايبة دوب خطير، حاجة كده مفيش احلى من كده. يعني اللحمة بمجرد ان انا بالشوكة بتدوب معايا، ما بالك انتي لو مسكتيها بايدك او في بقك بتبقى عاملة ازاي. حاجة كده مش هتلاقيها ولا هتجربيها في مكان تاني غير عندنا هنا وبس، في مطبخ رانيا. اول حاجة هنبتدي بحلة سخنة، بضيف فيها زيت بسيط جدا ومعلقة صغيرة من السمنة. دي بتودي طعمها في حتة تانية جدا، وما تخافيش مش بتبقى تقيلة ولا الصوص تقيل ولا اي حاجة، بس بتديلها تيست حلو جدا. عندنا اول حاجة، احنا عندنا كمية اللحمة متساوية مع كمية البصل. يعني انا لو بستخدم نص كيلو لحمة بستخدم نص كيلو بصل، بستخدم كيلو لحمة بستخدم كيلو بصل. اول حاجة ضفت البصل الجوانح، ده نص الكمية. انا مقطعة نص الكمية جوانح ونص الكمية مكعبات براحتك. اول حاجة نزلت بالبصل الجوانح نص الكمية معايا، وضفت ملح وفلفل وبهارات لحمة والسبع بهارات. حابة تضيفي بابريكا، حابة تضيفي شطة، دي خطوة اختيارية معاكي، مفيش اي مشكلة فيها، بس انا كده كده ضايفة شطة فريش في الصلصة بتاعتي. هنا في النص بعد البصل بتاعي ما خد لون بسيط كده، بأفحر حفرة في النص وابدأ اضيف فيها السكر عشان يكرمل، ما بجيش جنبه غير لما يكرمل. اول ما الكرمل معايا بدأت اقلبه. انا عندي هنا اللحمة كانت مجمدة، مش هستنى عليها لما تفك عشان ده غلط، او احطها في مية ده غلط. بنزل بيها في الحلة سخنة بديها صدمة على طول، بتغير لون فورا وبتفك من غير ما تنزل مية. شفت معايا فكت ازاي وغيرت لون من غير ما تنزل اي مية او تغير لون اسود. دلوقتي هي ادتني لون بني. اول ما ادتني اللون البني ده ولونها اتغير تماما، انزل اضيف بنص الكميه البصل بتاعتي، واهدي عليها النار وغطي عليها لحد ما البصل ياخد الكرمله وينزل كل ميته وياخد طعم اللحمه وطعم كرمله البصل والسكر الموجودين. السكر دي، معلقه السكر دي خطوه اساسيه، هي اللي بتخلي لي الصوص لونه بني، وهي اللي بتديني طعم الكرملة في البصل واللحمة، وهي دي اللي بتودي الصوص في مكان تاني خالص. هنا عندي اول ما البصل اتكرمل وخد لون خفيف، انزل بمية سخنة عندي وهو بكون مهدية النار. بهدي النار وبضيف المية واحدة واحدة، كل ما بلاقيها نشفت ومحتاجة مية بزودها مية سخنة، اهم حاجة مية سخنة. بهدي عليها النار جدا، يعني ما بتاخدش نص ساعة، حاجة كده خيال. بتابعها لو ما تقلي ميه والاقي اللحمه لسه ما استوتش ازودها، بس اهم حاجه النار هاديه، لان النار عاليه هتاخد وقت كتير معايا والميه تتبخر بسرعه ومش هتستوي بسرعه خالص. هنا كانت الميه بتاعتها نشفت واستوت، حاجه كده خيال. والصوص تحفه زي ما انت شايفه. حابه تخلي فيها نسبه ميه او الصوص بتاعها خفيف عن كده براحتك، بس هي كده مظبوطه جدا. حابه تاكليها بعيش، حابه تاكليها برز بشعريه، حابه تاكليها بلسان عصفور، هي تتاكل لوحدها من غير اي حاجه خالص. فرحه سلطه خضراء، فرحه سلطه طحينه. بصي يعني وجبه مفيش احلى ولا اسرع من كده، كله في حله واحده. ولو حابه تقدميها مع اي حاجة، وجبة اساسية، عندك عزومة تبقى طبق جانبي، بتبقى حاجة كده تحفة تجنن. مفيش احلى ولا اسهل ولا اطعم من كده. وصفة خفيفة سريعة، بدل اللحمة التقليدية اللي احنا متعودين عليها مسلوقة او طاجن او في صينية بطاطس. وصفة حلوة جدا، ولادنا هيحبوها جدا، هيطلبوها على طول. ويا سلام بقى لو سبايسي، ضيفي كده قرن شطة حامي صحيح او تقطعيه، حاجة كده بتبقى تحفة. هستناكم تجربوها وتقولي لي رأيكم، وان شاء الله استنى تعليقاتكم الحلوة اللي حلوة جدا وبتعلقوا لي عليها في كل الفيديوهات. استنى تعليقاتكم وان شاء الله ارجع لكم بوصفة تانية. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتنوروني في قناتي.